فرحات مهني رئيس حركة الماك فجر قنبلة البارح كي قال بلي تبون تواصل معه عن طريق وسطاء باش يطلب منه لا يعلن استقلال منطقة القبائل في 14 ديسمبر 2025. ولكن إعلان الاستقلال يقترب والنظام الجزائري في حالة ارتباك كبيرة جدا، وبدا يدير واحد الحيل المعتادة تاع غادي نهضر لكم عليهم بعد قليل لكي يحفظ ماء وجهه ويسكت الشعب باش ما ينوضش عليه. ايماجينو ردة فعل الشعب الجزائري كي يفيق ينوض لو 14 ديسمبر ويلقى بلي كاين حركة انفصالية أعلنت استقلال مساحة كبيرة من الجزائر على الجزائر، ويمكن تجي دول واحدة أخرى تبدأ تعترف. أوكي، واش قال فرحات مهني؟ قال أنه كانت هناك محاولة تواصل من تبون معه عن طريق وسطاء بهدف تثنيتنا عن إعلان استقلال منطقة القبائل، وأجبنا بعرض طلباتنا الأساسية اللي هي إطلاق سراح المعتقلين وإلغاء تصنيف حركة الماك كمنظمة إرهابية. غير أن تبون كما قال فرحات مهني لا يملك السلطة لكي يفرض أي شيء ولن يغير شيء، لذلك نحن ملتزمون بإعلان استقلال القبائل يوم 14 ديسمبر 2025 بعد أقل من شهر. نروح الآن للطرق الرخيصة التي يستعملها النظام الجزائري باش يسكت الناس، باش يفرحهم شوية، باش يقيس لهم شوية حلوة، صرة من الدنانير. داروا اجتماع تاع مجلس الوزراء البارح في الجزائر، وتبون كان يرأس هذا الاجتماع، وقرروا بعض القرارات. هذه القرارات قال لك تبون أمر وزير المالية بالتحضير لمشروع لرفع الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة، وسيلة إنقاذ معتادة رخيصة من جنرالات مجرمين فشلة.